في الهند بنشوف راجل أعمال كبير اسمه رغاف، سلطته مرعبة وكلمته قانون، وبيجي له واحد من رجالته جري وبيقول له لقينا مكان البنت اللي انت عاوزها. في نفس اللحظة دي على بعد كيلومترات بنشوف الممثلة سيا، أي حد بيقرب منها بتاخده ضربة توقعه على الأرض، وضربة تانية وتالتة وبتجري من المكان، بس فجأة بتقع. وهنا بنفهم إنها كانت بتصور مشهد من فيلم. في اللحظة دي بيجي أبوها وبيقول للكل بنتي فشلت وما بتعرفش تمثل وأنا عايز أبيعها. في اللحظة دي بيوصل رغاف شخصيا، رجالة رغاف بيروحوا البيت سيا، بس أبوها بيظهر هناك وهو فاكر إن الرجالة دول شغالين مع مخرج الفيلم. بيروح للراجل وبيقول له أنت ما بتسمعش ولا إيه؟ في اللحظة دي بيوصل رغاف وبيديله قلم ما يتنسيش على وشه. أول ما الأب بيشوفه بيقول له هرجع لك فلوسك والله يا كبير، بس رغاف بيديله قلم تاني. وفي اللحظة دي سيا بتفتح الباب وبتسألهم ايه اللي بيحصل، بس أول ما بتشوف رغاف بتنصدم. وبعد كده رغاف بيخطفها وبيسافر بيها على تايلاند، وده فعلا اللي بيحصل. نفس اللحظة دي بالظبط بنشوف والد سيا والمخرج واقفين في قسم الشرطة، والظابط بيقول لهم مش هنقدر نعمل أي حاجة ضد الراجل ده، روحوا للوزير وبلغوه. وبالفعل تاني يوم بيطلعوا وبيروحوا للوزير، والوزير بيقول لهم أنا آسف للي حصل لبنتك، بس المشكلة دي مش في إيدينا لأن احنا ما نقدرش نعمل أي حاجة في تايلاند. وبيمشوا مكسورين وزعلانين، بس اللي محدش عارفه إن المخرج فضل يلح على أبوها وبيقول له إن فيلم اتصور 3 مرات ومستحيل حد يكمل الفيلم ده غير بنتك، وإن مفيش حد هيعرف ينقذها. بس أبوها بيفاجئنا وبيقول له لأ، في واحد بس هو اللي هيعرف ينقذها. وبعد كده بينتقل بينا المشهد لمدرسة كونغ فو، وبنشوف روني وهو بيجيله تليفون بإن حد من قرايبه في المستشفى، وبيروح هناك جاري والدكتور بيقول له جمعنا كل التحاليل بتاعت سوبو، فعلا دلوقتي يقدر يتكلم عادي، بس لازم تجيب فلوس العملية في أسرع وقت. وبعد كده بيخرج ويقعد لوحده شوية وهو في قمة حزنه، ولكن فجأة بيجيله المخرج وبيقعد جنبه وبيقول له أنا مخرج سينمائي وصورت فيلم 3 مرات، ولكن للأسف الفيلم ده مخلص وبطلة الفيلم انخطفت، وعايزك ترجعها لي، ولو عملت كده هديك فلوس كتير جدا. ودي صورتها. وأول ما بيدي صورتها لروني وروني بيشوف الصورة بيزعل أكتر وبيرفض، وبيروح علشان يركب موتوسيكله ويفكر في الأيام الحلوة اللي قضاها مع حب عمره سيا. بس المخرج بيروح له تاني وبيقول له أنا حاسس إنك غيرت رأيك. روني بيقول له أنا هرجعها لك بس مش عشان أي حاجة، علشان أنا محتاج الفلوس وبس. وبعد كده بنشوفه على الطيارة وهو بيجمع معلومات عن رغاف ورجالته كلهم، وأول ما الطيارة بتطير روني بيفتكر الأيام القديمة وبنرجع بالزمن شوية لورا، وبنشوف سيا وهي راكبة القطر ومستمتعة جدا بالمطر. وأول ما المطر بيقف بتقول للمطر وقفت ليه يا مطرة؟ وهنا روني بيشوفها وبيقعد يضحك عليها وبيتكلموا مع بعض شوية، والبنت بتسأله بتضحك على ايه يا غبي انت؟ بيقول لها انا مستنيكي تخلصي علشان عايز اكلم السحاب. ولكن المفاجأة سواق القطر بيفاجئنا وبيضرب فرامل والاتنين بيقعوا في حضن بعض، ولكن صاحبنا ما بيبقاش مصدق نفسه وخلاص وقع في حبها. في اللحظة دي البنت بتروح تقعد مع والدتها، ووالدتها بتسألها كنت فين؟ بس سيا بتسألها هو فين بابا؟ وعلى الناحية التانية بقى بنشوف روني وهو نازل من القطر وعينه كلها على سيا وما شالهاش من عليها. البنت بتاخد بالها، وفي اللحظة دي روني بيبعت لها بوسة في الهواء وبيفضل يضحك، وهي كمان بتلف وشها الناحية التانية وبتضحك هي كمان. البنت بتنزل من القطر وبتروح له وبتقول له في يا عم انت عايز مني ايه؟ وبتقول له شيل الافكار دي من دماغك بس كده، وبتمشي وبتسيبه. وهي ماشيه المطر بيبدا ينزل تاني وسيا بتطير من الفرحه لانها بتعشق المطر لدرجه ان هي بتعمل حفله وبتبدا ترقص. وهل روني هيرحم الموقف ويسكت؟ اكيد لا، بيروح هو كمان وبيرقص معاها. نفس اللحظه دي بالظبط بنشوف رغاف جاي من بعيد وهو كمان في طريقه علشان يرقص معاهم، بس بيجيله واحد وبيقول له ان في شغل مهم فبيسيبها ويمشي. وبعد فتره بيركبوا القطر تاني، وفي اللحظه دي روني بيشوفها قلقانه فبيسالها مالك في ايه؟ فبتقول له بابا مركبش القطر، بس هو بيقول لها ما تقلقيش خالص انا هنزل وادور عليه. القطر بيبدا يتحرك، ولكن فجاه وهي واقفه قلقانه بيظهر ابوها من وراها وبتنصدم اول ما بتشوفه وبتقول له هو انت هنا؟ وبتنادى على روني وبتقول له انا لقيته ارجع خلاص، وبيجري علشان يلحق القطر بس للاسف ما بيقدرش يلحقه، فبتزعل جدا جدا وهو كمان بيزعل عشان مش هيشوفها تاني. نفس اللحظه دي بالظبط بنشوف رغاف وهو رايح لابوه يسلم عليه، وبنعرف ان ابوه بيكون رئيس مدرسه الفنون القتاليه، بيقعد معاه وبياكلوا سوا، وبيقول لابوه انا بخدم المدرسه دي بقالي 7 سنين واستحق اكون القائد الكبير للمدرسه. بس ابوه بيقول له يا ابني دي عادات وتقاليد، والتقاليد بتقول إن أحسن طالب عندي هو اللي يستحق يكون القائد. تاني يوم بنشوف روني وهو بيوصل للمدرسة بتاعة الفنون القتالية وبيكون فرحان جدا جدا بأداء الطلاب في المدرسة. بعد كده بيدخل علشان يقابل الماستر، لكن في اللحظة دي الماستر بيكون بيعلم الطلاب درس جديد. روني بيقاطعه وبيقول له هو بعت لك الرسالة؟ الماستر بيبص للرسالة وبيفهم إن ده ابن صديق عمره. الرسالة بتقول ماستر بارن أخويا وصديقي العزيز، على ما تشوف الرسالة دي هكون وفاتي المنية لأن مريض جدا
جدا، وابني اللي واقف قدامك ده بيحب الخناق جدا وتصرفاته طايشه، فارجوك عامله كانه ابنك وخلي بالك منه. ماستر بارن بيروح لروني وبيسأله عندك كام سنة؟ وبيقول له 22. في اللحظة دي الماستر بيقول له أنا عندي 68 سنة. روني بيقعد يضحك عليه، فالماستر بيقول له أنا شايفك بتاع مشاكل وطايش. روني بيرد عليه وبيقول له أنا بتاع مشاكل مع أي حد يرفع صباعه في وشي. بس بحركة صايعة ماستر بارن بيمسك روني وبيقلبه على الأرض وبيقول له شكلك كده مش جاهز. بس روني بيقوم تاني وبيقول له ما بحبش أمد إيدي على عواجيز فما تخلينيش أعمل كده، وبيرفع صباعه تاني. بس تاني المستر بيلفه وبيهلفته على الأرض وبيروح له وبيقول له وده رقم 29، هتنام هناك بعد ما انام وهتصحى بعد ما اصحى. وبعد فترة روني بيروح الأوضة دي وبيلاقي الواد ده هناك. الواد ده بيقول له ده سوبو وما بيعرفش يتكلم. روني بيسأله فين السرير؟ سوبو بيجيب له الحصيرة دي، ولكن روني بيسأله بيقول له هو فين التكييف؟ سوبو بيفتح له الشباك وبيقول له هو ده. روني بيسأله طب فين التلاجة؟ بيقول له الفتحة اللي في الحيطة دي هي التلاجة. روني بيسأله امال فين الأكل بقى؟ بيقول له انت اللي هتحضر الأكل، ومش لنفسك بس، ده للكل، لأن النهارده يوم مش عادي، ده يوم سباق المراكب. وبعد كده بيبدأ سباق المراكب الكبير، ووسط كل الجماهير دي بنشوف سيا، وبيبقى رغاف بيبقى محتل الصدارة في السباق ده. وأول ما بيلمح سيا بيفرح جدا وبيركز أكتر في السباق. وبعد السباق رغاف بيفضل يدور على سيا ومبيبقاش مركز في أي حاجة تانية غير هي وبس، في حين إن سيا على الناحية التانية بتكون ماشية في الشارع، وروني بيكون جايب طلبات البقالة علشان يطبخ، وبقدرة قادر بيعدوا من جنب بعض بالظبط من غير ما حد فيهم يشوف التاني. والمطر بيبدأ ينزل تاني وسيا بتكون طايرة من الفرح، وفي نفس الوقت روني بيقف على جنب لحد ما المطر يقف، وهنا بيلمح سيا فبيروح جري عليها، واول ما بتشوفه بتقول له هو انت تاني؟ بيقول لها يعني لسه فاكراني؟ وبتقول له وانا اقدر انسى؟ انا كنت زعلانه جدا. وبيسالها على ايه؟ تقول له على الشخص اللي ما لحقش القطر. بس هو بيسالها انت عايشه هنا؟ بتقول له انا جايه هنا علشان اشوف جدتي. وبيقول لها بص للمناره دي هتبقى جميله جدا في المطر، تعالي نجري عليها. بس هي بتشده لورا وبتقول له المطر وقف، وبتبدا تمشي وتسيبه. بس هو بيشدها لورا وبيقول لها المره الجايه هنتقابل لما الدنيا تمطر. وبعد كده بنشوف رغاف وهو بيتمرن مع اصحابه، او بالبلدي وهو بيتمرن على اصحابه. الراجل ده كانت حركاته ناعمه وفاهم هو بيعمل ايه، ومفيش حد قادر يقف قصاده، وروني بيكون بيراقبه من بعيد. وسط تمرينته رغاف بيفتكر سيا وصاحبه بيعوره بالغلط. اللحظه دي بيتضايق جدا وبيديله بالرجل، وبيفضل يكمل عليه ويضربه بعنف شديد. كان خلاص هيفنش عليه ويقتله، بس ابوه بيوقفه في اخر ثانيه وبيقول له ده وقت النوم. رغاف بيقول له انا اسف كنت بتمرن شويه. الاب بيساله انت كلت؟ رغاف بيقول له ما قدرتش اكل من غيرك. بعد كده بنشوف روني وهو قاعد مع سوبو وكمان الراجل التاني ده. روني بيفضل يحكي لهم وبيقول لهم الحب الناعم يا صاحبي. ومين بقى اللي موجود في المكان ده؟ ابو سيا. في اللحظه دي بياخد الكرسي ده وبيروح يقعد جنبه وبيقول له ما تقدرش تسيب صاحبتك، يبقى لازم تعترف لها بحبك. تاني يوم روني بيكون نايم عادي، بس فجأة حد بيديله شلوط علشان يصحيه. فعلا بيصحى وبيعمل كل حاجة، وبيتمرن وبيكنس وبيطبخ وبياكل وبيعمل كل حاجة حرفيا. في الوقت ده بنشوف سيا قاعدة بتقرأ عادي، وفجأة الدنيا بتمطر فبتفرح جدا. وعلى الناحية التانية روني بيكون نايم هنا والمطر هو بيصحيه هو كمان، وبيفرح جدا هو كمان. وبعد كده بنشوف رغاف رايح لسيا وبيسألها فاكراني؟ تقول له اكيد انت بطل العالم وانا اقدر انساك. وبيقعدوا جوه، وفي اللحظه دي ابو سيا بيقول لها حضري الشاي. ان رغاف بيقول له بصراحه يا عمي كده انا معجب ببنتك جدا وطالب ايديها. الاب بيقول له تمام يا ابني، بس كان المفروض ابوك هو اللي يجي معاك. وبيقول له كمان بنتي بيجي لها عرسان كتير علشان هتبقى مشهوره في السينما قريب. فبيقوم مساعد رغاف بيفتح له شنطه الفلوس دي وبيديها له. واول ما الاب بيشوفها ملامح وشه كلها بتتغير. بياخد الشنطه وبيقول لرغاف مبروك يا ابني، مبروك عليك بنتي. في الوقت ده سيا بتوصل للمناره وبتكون فرحانه جدا بالمنظر، بس في نفس الوقت بتزعل لما ما بتلاقيش روني وبتقعد تستناه كتير. بس الغريب ان بيكون مستناها على الناحيه التانيه. البنت بتتكلم وبتقول هي ليه الدنيا بتمطر هنا بس؟ روحي مطري هناك علشان يجي. لما الواد بيسمعها بيضحك، ولما بتسمع صوت ضحكته بتقول له اضحك، انا اصلا ما بحبوش. وبيضحكوا شويه وبعد كده بيعيشوا اسعد ايام حياتهم، وهي كمان بتلبس الخاتم ده. وبالليل روني بيرجع وهو سكران. في اللحظه دي الماستر بيقول له ايه سكران؟ وبيديله كام ضربه كده بيطير الخمره من دماغه، وبيفوقه وبيقول له فوق لحياتك، انت عمرك ما هتبقى شخص ناجح باللي بتعمله ده، لازم يكون عندك هدف في الحياه واراده. في اللحظه دي روني بيتاثر جدا، فالمستر بيقول له هتكمل تمرين معايا ولا هترجع لبيتك؟ روني بيساله هو التمرين بدا اصلا علشان اكمله. المستر بيحاول يضربه بس روني بيصد الضربه. وهنا روني بيفتكر لما كان بيعمل الاكل ويرن الجرس والماستر بيقول له تمرينك بدا من اول يوم وصلت فيه. على كده روني بيقعد يضحك ويشكره. بعد كده ماستر بار بيمرنه اكتر واكتر،
وبعد كده الواد بيبقى وحش كاسر، والتمرين بالنسبه له زي الهوا، بيتمرن وهو مبسوط وبقى رسميا وحش مرعب، اي حد يقف في وشه بيصده ويلقنه درس. الواد بيتعامل مع 2 وبيكسحهم، وطبعا رغاف شايف كل حاجه وبيموت من الغل. وفي يوم من الايام رغاف بيروح له وبيقول له انت صح 100%، كمل. في اللحظه دي روني بيرد عليه وبيقول له شكرا يا رغاف بيه. في اللحظه دي رغاف بيقول له ما تقوليش بيه، قول لي رغاف وبس. روني بيفرح جدا، وبعد كده بيروح للماستر بتاعه وبيحضنه. وبعد كده بنشوف روني وسوبو والراجل الكبير ده، كمان سيا بتكون معاهم، ولكن فجاه بتلمح ابوها فبتركب التوك توك ده. ابو سيا بيشوف روني وبيقول له عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ رحت واجهت صاحبتك وقلت لها انك بتحبها. وبيفضل يضحك معاه، ولكن فجاه بيبص لايده وبيلاحظ الخاتم ده، وبينصدم اول ما بيشوف الخاتم وبيقول له على فكره ده مش لايق عليك، لانه بيعرف وبيفهم انه ماشي مع بنته. بعد كده الراجل بيروح ويقول لرغاف على كل حاجه، بس رغاف بيقول له انا اللي هتجوز سيا حتى لو اضطريت اقتل الراجل التاني اللي بيحبها. ابوه بيسمعه وبيروح له وبيقول له عايز تقتل؟ رغاف بيقول له انا بحبها وهي ملكي. ابوه بيقول له الحب يا ابني مش بالعنف، الحب بالدماغ، وطول ما انا عايش مش هسمح لك تظلم حد في حياتك. وبعد كده بشويه بيكونوا بياكلوا، وهم بياكلوا ابوه بياكلوا بالمعلقه دي، ورغاف بيقول له انا اسف. بعد كده بشويه ابوه بيحس باحساس غريب وبيبقى عايز ياخد الميه دي، بس ابن اللذيذه بيبعدها عنه، والراجل بيسيب ابوه يموت قدام عينيه بعد ما حط له السم في الاكل، وللاسف ابوه بيموت. بعد كده بنشوف روني وسوبو، وفجاه الرجاله دول بيروحوا له وبيقولوا له رغاف عايزك، بيقول لهم هكون هناك كمان شويه. الراجل بيبقى عايز يمد ايده على سوبو، بس روني بيقف في وشه، والراجل بيقول له انا اسف. وفي اللحظة دي روني بياخده وبيمشي، بس الأندال بيبقوا عايزين يخطفوه، وفعلا بيقفشوا الواد ويجروا. روني بيفضل يجري وراهم لحد ما بيلاقيهم واقفين، وبيروح علشان ياخده، بس بيفضلوا يحدفوا لبعض ويخبطوا في العربية دي. في اللحظة دي لما روني بيشوف الخبطة بينصدم، وبيقوم زي الوحش المفترس بيدي واحد شلوط وبيوقع على الارض وبيفنش الباقيين. الرجاله بياخدوا سوبو وبيطلعوا بيه فوق علشان يقتلوه، وروني بيمسك الطوبه دي وبيحدفها في وش اللي ماسك سوبو، واللي بيكون خلاص هيقع، بس روني بيلحقه في اخر ثانيه. الرجاله بينزلوا علشان يضربوه، بس غلطوا وما يعرفوش اللي هيحصل لهم. الواد بيتحول عليهم ومفيش حد قادر يقف قصاده، واحد يمين واحد شمال ومفيش حد قادر يوقعه، لحد ما بيلقنهم كلهم درس. الراجل ده بيروح له بسلاح، بس صاحبنا بيقدر يصده ويغزه في رجله وبيقتله، ولكن ابن اللذينه ده بيروح لسوبو تاني، بس بحركه صايعه وقويه من روني بيوقعه وبيكمل عليه وبيخلع الماسوره دي وخلاص هيقتله، بس سوبو بيمنعه وبيقول له مش عايزك تعمل كده. وبعد فتره بيكون بيشرب سوبو، بس فجاه رغاف بيروح عليه وبيشده ويفضل يضرب فيه، وروني بيبقى مش قادر يتعامل معاه خالص، ورغاف بيمسكه وبيقول له هتفضل ضعيف مهما كان مين اللي مرنك، وانا هقتلك دلوقتي حالا. بس روني بيديله شلوط وبيوقعه على الارض، ورجالة رغاف كلهم بيجروا عليه، بس روني بيجري لحد ما بيقدر يمسك جيركن البنزين ده ويبدأ يرش عليهم، وبيرش على رغاف كمان. وفي اللحظة دي روني بيسأل رغاف ليه كل ده؟ رغاف بيقول له انت بوظت كل حاجة لانك دخلت حياة سيا، وبيقول له ان انا اللي بحبها. وفي اللحظة دي رغاف بيقول له هم عموما بيحبوا الشخص اللي معاه فلوس وسلطة، وانت مفيش معاك اي حاجة تحميها بيها. روني بيقول له انا هموت علشانها، انت تقدر تعمل كده؟ بيقول له اللي بينا مخلص. وهنا بنرجع لروني تاني وهو لسه على الطيارة، وطيارته خلاص وصلت رسميا. وبعد كده بنشوف رغاف وهو رايح لسيا، وبيلاقيها بتكسر كل حاجة قدامها، وبيقول لها ما تخافيش. بتقول له لما تجيلي الفرصة هقتلك من غير تفكير، وبيقول لها دي مدينتي وإياك تفكري إن في حد هيجي ينقذك من هنا، بس هو ما يعرفش إن في وحش كاسر هو اللي هيجي ينقذها. وبنشوف روني بيركب التاكسي ده وبينزل هنا وبيمشي شوية، وبعدين بنرجع لسواق التاكسي واصحابه، وروني بيقول لهم عايزين تكسبوا فلوس كتير، لو عايزين تعالوا معايا. وبعد كده بنشوف الوحش ده وهو بيكتسح منافسينه، وروني بيوصل للمكان وعايز يعمل فيها جامد وياخد اللقطة، وبيقول للسواق ادفع كل الفلوس اللي معاك، والمغفل بيدفع لانه فاكر ان روني هيخسر. روني بيدخل الحلبة والماتش بيبدأ، والراجل بيهاجم بكل قوته ضد روني، بس روني بيقف صامد وبرجل واحدة بيوقع منافسيه وبيكسب الماتش. في اللحظة دي الراجل ده بياخد له صورة، وهنعرف ليه كمان شوية. وبنرجع لروني وهو في بيت سواق التاكسي، وبيفتكر تاني لما كانوا بيحرقوا جثة الماستر. في اللحظة دي الكل بيمشوا من المكان، وما بيفضلش غير روني هناك لوحده، وبيبقى قاعد زعلان وبيتكلم وبيقول انا ما كنتش بسمع كلام حد، بس انت اللي عملت مني بني ادم وعلمتني ازاي ادافع عن نفسي.
اوعدك اني هنشر تعليمك في كل مكان علشان كل الناس تستخدمها في الخير. وهو بيعيط الشرطه بتجيله وبتقول له انت مطلوب القبض عليه، وبيسالهم ليه. بيقولوا له انت عملت مشاكل كتير في الشوارع وبوظت مصالح الناس، وبيقبضوا عليه وهم ماشيين بيشوفوا الضابط وهو بيحيي رغاف، وبيشوفوا كمان ابو سيا وهو اللي خرجه من السجن، وبنشوف سيا واقفه معاه، وروني بيقول لها على كل حاجه، وبيقول لها ابوكي هو السبب في كل ده. وبتقول له هو ابويا هيعمل كده ليه؟ بيقول لها علشان يفرقنا. بتقول له لو كان عايز يعمل كده ما كانش دفع الكفاله وخرجك من السجن. فبيرد وبيقول لها هو عمل كل ده علشان ما تصدقيش كلامي. وبتقول له كان نفسي اصدقك بس ده ابويا. وبيقول لها القطر بتاعي جاي بكره الساعه 6، لو جيتي تودعيني هعرف انك بتحبيني. وبيمشي وبيسيبها. بعد كده بنشوفها في البيت وهي بتقول كل حاجه لامها، وفي الوقت ده ابوها بيكون واقف بيتصنت عليهم من هنا. واول ما ابوها بيسمع كل كلامها بيروح يخبط دماغه في الحيط وبيقطع هدومه وبيدخل اوضتهم. واول ما بتشوفه بتقول له مين اللي عمل فيك كده ومين اللي ضربك؟ بيقول لها روني، كنت بكلمه علشان ترجعوا لبعض بس ضربني، وزي ما انت شايفه حدف في وش الخاتم، وبنعرف ان الخاتم ده مضروب، وهنعرف التفاصيل بعد كده. الساعه 6 الصبح القطر بيوصل وسيا ما بتروحش، فبياخد سوبو وهو زعلان جدا وبيبقى عايز يرمي الخاتم بس بيغير رايه في اخر لحظه. وبنرجع لتايلاند وبنشوف روني والباب بيخبط، وده بالظبط اللي هو مستنيه علشان يوصل لرغاف، لانه لازم يعدي من هنا الاول. وبيقول لرجالته يلا نجري يلا نجري. العصابه بتجري وراهم بس روني بيبقى اسرع منهم بكتير، وبينط على العربيه وشلوط واحد بيوقع الراجل في مكانه، ولفه وضربتين من هنا على ضربتين من هنا بيودعه. وبيفضل يجري واي حد من العصابه بيقرب منه بيديله درس في السلكان. وبيوصل هنا وبيلف لفه في التانيه بضربه على الدماغ وبيوقع الراجل. وبيطلع من هنا وبيبقى عدد كبير من العصابه بيطلعوا وراه، وبينط النطه دي والراجل الجامد بيتعلق، والاتنين بينطوا وراه بس رجله اسرع منهم وبيضربهم. واخيرا بيوصل لراجل وبيساله فين مكان صاحب رغاف، ولكن فجاه صوت ازاز بيتكسر وحد واقع من هنا، وده بيبقى دراع رغاف اليمين. بيتصدم اول ما بيشوف روني قدامه وبيسأله فين سيا. الراجل بيديله المكان وبيقول له ان في مقاتلين وحراس هناك، يعني مش هتعدي على خير. نفس اللحظة دي بالظبط بنشوف رغاف عند سيا وبيلبسها العقد ده، بس هي بتديله زقة معتبرة. رجالته بيحاولوا يمسكوها بس هي بتبقى جامدة وبتديلهم درس واحد ورا التاني، وبتمسك السكينة وبتتحرك ناحية رغاف، بس حد من وراها بيخبطها بالطاس على دماغها وبتقع مغمى عليها. على الناحية التانية بقى روني بيبقى لسه مع الراجل، ورغاف بيتصل بيه وبيقول له تعال على المستشفى. الراجل بيقول لروني ان رغاف اخد سيا للمستشفى، وروني بيسأله انهي مستشفى. الراجل بيرد وبيقول له انا ما اقدرش اقول لك. روني بيتعصب جدا وبيضربه، وبعدها بيوصل للمستشفى وهو حابس الراجل ده في شنطة التاكسي، وبينزل وبيدخل المستشفى وبيمشي ورا الدكتور، وبعد شوية بيطلع من الباب اللي ورا لابس لبس دكتور بالظبط، وبياخد الاسانسير وبيطلع فوق يشوف رجالة رغاف واقفين هناك. بيشوف الممرضة داخلة أوضة سيا وبيتبعها. رجالة رغاف ما بيشوفوهوش وبيدخلوا الأوضة وراها، وفي نفس الوقت رجالة رغاف بيكلموا صاحبهم المحبوس في شنطة التاكسي. الراجل بيقول لهم إن في واحد هندي جه وقل مننا كلنا. رغاف بيسمع الكلام من هنا وبيتحرك بسرعة ناحية سيا. سيا بتتنكر في لبس الممرضة هي وروني وبيخرجوا مع بعض. رغاف بيعدي جنبهم بالظبط وبياخد باله بس بيوجه السلاح عليهم وبيقول روني انت تاني؟ شفت انت دخلت هنا ازاي؟ وريني بقى هتخرج ازاي كمان. روني بيقول له انا قلت لك قبل كده وبقولها لك دلوقتي، اللعبة ما بدأتش لسه. وبيمسك سيا وبيحط السكينة على رقبتها، ورغاف علشان بيحبها بيخاف عليها فعلا. روني بيقول له ما تقربش لاني هقتلها، وبعدين بيقول له ارمي سلاحك على الارض وما تتحركش، وبياخدها وبينزل في الاسانسير. رغاف بيمسك الكابل وبينط من المستشفى علشان يقابل رجالته تحت بس ما بيلاقيهم. سيا وروني بيركبوا التاكسي والراجل بيضرب عليهم نار، بس سواق التاكسي بيخبط فيهم في الاول، بس واحد فيهم بيضرب بالنار وبيسيب الراجل اللي طلع من الشنطه وبياخد الرصاصه بدل الاتنين. سيا وروني بيهربوا من المكان، بس بعد كده بنشوفهم قاعدين على السفينه وهربانين من المدينة خالص. روني بيفتكر الأيام القديمة وهي كمان بتفتكرها. تاني يوم سيا بتقول له ما كنتش متوقع إنك تيجي، وبتقول له شكرا جدا ليك، وبيقول لها بتشكريني على إيه؟ أنا ما جيتش علشانك، أنا جيت بس علشان اتدفع لي فلوس. وبتقول له أنا أصلا مش محتاجاها. الدنيا بتبدأ تمطر تاني، وروني بيقلع قميصه وبيحطه عليها، وهي بتاخد بالها إن الخاتم لسه في إيديه، وبتنصدم أول ما بتشوفه، وبتفهم فجأة إن الخاتم اللي أبوها اداهولها كان خاتم مزيف. في اللحظة دي بتقول له على كل اللي حصل
انفصل وبيرجعوا يحبوا بعض من تاني اكتر من الاول كمان. وهم ماشيين فجأة حد بيضرب روني على دماغه وبيفضلوا يضربوا فيه، وبيبقوا رجالة رغاف بيتكتروا عليه وهو مش قادر يعمل لهم حاجة. ورغاف بيروح له وبيقول له بص لنفسك كنت عامل ازاي الاول، ما كنتش تسوى اي حاجة. وفي اللحظة دي رغاف بيطلب من دراعه اليمين انه يقتله وبيضربه بالنار، وسيا بتكون خلاص هتموت من الحزن. رغاف بياخد سيا وبيمشي من المكان، وبعد كده بنشوف رغاف وهو بيقول لها خلاص كده، لسه برضه مقتنعة ان في حد جاي ينقذك تاني. الدنيا بتبدأ تمطر، وفي اللحظة دي بتفرح وبتقول له لا هو جاي فعلا ينقذني. والمفاجأة بقى ان احنا بنشوف روني وبيخش على المجموعة دي ويطير العيال دي، وضربة في التانية بيبدأ يخلص عليهم. والراجل ده بيروح له بس ضربة واحدة من روني بيكسر رجله، وبيدخل على الباقيين وهو قلبه زي الحديد، ما بيسميش وما بيخليش، وبيروح للي بعدهم وبيلقنهم درس. الراجل ده بيكون خلاص هيرن جرس الانذار، وفعلا بيرنه. في اللحظة دي رغاف بيشوفه وبيسأل دراعه اليمين هو انت عملت كده ليه؟ في اللحظة دي الراجل ده بيقول له لانه على حق. وبنرجع بالزمن شوية لورا وبنكتشف ان روني ما قتلش مراته، وهنا رغاف ابن الذين بيفنش على دراعه اليمين وبيقتله. رجالة رغاف بيحاولوا يوقفوا روني، بس على مين؟ بيفنش عليهم هم كمان وبيكمل مهمته، واي حد بيشوفه بيقتله. في اللحظة دي رغاف بيتعصب جدا وبيبص على سيا ما بيلاقيهاش، وبيطلب من حارسه الشخصي انه يقتلهم هما الاتنين. في الوقت ده بنشوف سيا والرجالة محاصرينها، بس مش على سيا هي كمان، البنت بتتعامل وبتديهم علقة معتبرة من بتاعت زمان. وفي اللحظة دي روني بيتخانق مع الراجل الصيني ده، والصيني ده ما بيبقاش سهل خالص، بس برضه مش على روني. حرفيا روني بيكسر له عظمه وبيقتله، وبعد كده ما بيفضلش اي حد غير رغاف. في اللحظة دي سيا بتروح لروني، وفي اللحظة دي روني بيقول لها واحد بس من هنا اللي هيخرج صاحي، يا اما احنا يا اما رغاف. الاتنين بيتربطوا ببعض وبيروحوا لرغاف، ورغاف بشلوط بيطير روني في الهواء وكمان بيطير سيا. روني بيروح علشان يفنش عليه ويقتله، بس رغاف بيبقى تقيل شوية وبيفضل يضرب روني، وبحركة صايعة بيثبته على الأرض وبيكلم روني وبيقول له ايه هو ده كل اللي عندك؟ امال كنت عامل فيها شبح ليه؟ وبيقول له انا قتلت ابويا علشان سيا، وهقتلك انت كمان علشان سيا. ولما روني بيسمع الكلام ده بينصدم، لان ابو رغاف يبقى هو الماستر بتاع روني. في اللحظة دي بيقوم وعينه كلها شرار وغضب، وبينزل بوابل من الاقلام والضرب على رغاف، وبيكسر له رقبته وبيكسر كمان ضلوعه وبيقتله. وبكده بيكون روني حط حد للشر ورجع حق الماستر بتاعه، وبيرجع يدير المدرسة بتاعت الماستر بتاعه. وعلى رأي المثل كل فيلم وليه نهاية، ودي كانت نهاية فيلمنا النهاردة. ولو القصة عجبتكم والملخص كان في الجون، ما تنسوش تشجعونا باللايك والسبسكرايب علشان نستمر، وخليكم دايما معانا علشان اللي جاي تقيل. واشوفكم في الفيلم الجاي في رعاية الله.